السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بينا نعمل الغريبة بثلاث مكونات بس، بطريقة زمان، بطريقة أمهاتنا، وناعمة يا غريبة. نقول بسم الله ونبتدي. مكوناتنا سهلة وبسيطة، من ثلاث مكونات. معانا 4 كوبايات دقيق يكون منخول للكحك والبسكوت أو لجميع الاستخدامات، ومعانا كوبايتين سمنة، ومعانا كوباية سكر بودرة. ممكن بقى ده اختياري، ناخد معلقتين من الدقيق نحط بدلهم معلقتين كسر لو عايزين الغريبة بتاعتكم تبقى مصفرة كده شوية. طبعا دي اختياري، ممكن ما تعملهاش. وحطيت عليها رشة ملح كده صغيرة وقلبتهم. جبت العجان بتاعي وحطيت فيه الكوبايتين السمنة، طبعا لو سمنة بلدي بتبقى حلوة جدا في الغريبة، وعليها كوباية سكر بودر وكيس من الفانيليا. الفانيليا بتخلي ريحة الغريبة حلوة جدا. وطبعا الكوباية اللي هعاير بيها الدقيق هي الكوباية اللي هعاير بيها السمنة، هي الكوباية اللي هعاير بيها السكر. يعني ما تغيريش الكوباية، نفس الكوباية هي اللي هتعايري بيها الثلاث مكونات بتاعتنا عشان الغريبة تطلع معاكي مظبوطة وناعمة وبتدوب في بقك. جبت المضرب وابتديت بقى اضرب السمنه والسكر والفانيليا لغايه ما يبقوا كريمي خالص، وكل لما اضرب كل لما تلاقي الخليط بتاعنا بيبيض اكتر وبيهيش كده، بيبقى عامل زي الكريم الشانتيه. شايفين؟ زي ما انتوا شايفين بوقف كده واخد كل الجوانب علشان كله يتضرب مع بعض، ما يبقاش فيه حاجه مضروبه وحاجه جايه على جنب مش مضروبه. لازم من وقت للتاني اروح منزله كل كده اللي في الجوانب، واقعد اضرب لغايه ما الاقيها كده هشه وبقت عامله زي الكريم الشانتيه كده. وبقت حلوه جدا. الكريمه كده ضربتها وبقت حلوه جدا زي ما انتوا شايفينها. اوقف المضرب وابتدي بقى انزل عليها الدقيق. الدقيق بنزله شويه شويه، ما بنزلش كله مره واحده. احنا مقاديرنا مظبوطه، بس احتياطي ممكن تكوني حاطه شويه دقيق زياده او حاجه. ممكن ما الكميه بتاعت السمنه والسكر ما تاخدش الدقيق بتاعك كله، بس هي مظبوطه جدا على الشعره. حطيت الدقيق شويه شويه لغايه ما خدت الكميه بتاعتي كلها. وطبعا انا بحب اعمل اي عجينه بالايد، ونعجنها كويس أوي لغاية ما نلاقيها ناعمة جدًا في إيدينا، وإحنا ما نخافش لأن الغريبة ما فيهاش سوايل، يعني مش هتنشف مننا، نعجن براحتنا. أنا باجرب لقيتها ناعمة وهشة في إيديا وحلوة جدًا. هاعمل 2 كده ومشغلة الفرن دلوقتي على درجة حرارة 140 150 بالكتير، ما تزوديش عن 150 علشان خاطر أعمل تجربة، أشوفها مثلًا هتسيح أو هتفرش. طبعًا عملت التجربة وطلعت كويسة معايا، بس الحتة دي اتمسحت. فابتديت بقى إن أنا أشكِّل الغريبة بتاعتي، أعملها كده كِوَر تكون صغيرة، يا ريت ما تكبّرهاش، تبقى كِوَر صغيرة وما نبطّطهاش، لأ نسيبها كده مكوّرة، لإن إحنا عارفين إن الغريبة مكوّنة أصلًا كلّها سمنة وسُكّر، فهي لازم يعني تفرش حاجة بسيطة، مش تفرش بقى خالص لأ، تفرش حاجة بسيطة خالص معانا، يعني حاجة مش لا تُذكر. وأشكِّل كده بنفس الطريقة زي ما قُلت لكم، نعمل كِوَر كده صغيرة وما نبطّطهاش. وكان عندي شوية بندق كسرتهم على 2 وابتديت أزين بيها، وعملت برضه بالقرنفل. القرنفل بيخلي الريحة تحفة، يعني ممكن تحطي أي حاجة. وكان عندي كمان اللي هو الخرز الفضي والدهبي برضه زينت بيها. وكان عندي الفستق الكداب، عملت كام واحدة كده بالفستق الكداب. ممكن تعملي بالفول السوداني، ممكن تسيبيها سادة بأي طريقة. وهندخلها الفرن على درجة حرارة 140 150، درجة حرارة قليلة لأن الغريبة بتطلع بيضة ما بتاخدش لون. بعد ما دخلتها وطلعت معانا الغريبة شايفين تحفة، ولا فرشت ولا أي حاجة، زي ما دخلتها زي ما طلعتها. شايفين؟ زي ما هي، وحلوة جدًا بقى بتدوب في البُق، حلوة وطعمها حلو وبتدوب في البُق وناعمة يا غريبة. يالّا بقى هاتوا مقاديركم واعملوا المقادير دي وقولوا رأيكم في الكومنتات، وما تنسوش أهم حاجة تعملوا إعجاب للفيديو واشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.